مساء الخير يا جماعه، ما عندكم اي مشكله. الوالي جاء داير يخلى معكم. هو كان فات ماشي جوبا ورجع من منقله عشان داير يجي ياميكم. تفضل سيد الوالي. طيب يا جماعه، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يا اخوانا، اولا بشكر ربنا انه انا لقيتكم سالمين. اول حاجه، البلد ده بلدنا كلنا، الشعب في السودان والشعب في جنوب السودان الشعب واحد في بلدين. البلد اسمه السودان ده بلدنا، والبلد اسمه الجنوب ده بلدنا كلنا. عندكم حق تعيشوا هنا، تاكلوا معنا العيش، وناسنا في شمال ياكلوا العيش. الحاصل هناك في السودان ده حدث محدود، ده حدث محدود، عملوا ناس معينين. ده ما الشعب السوداني يعملوا الكلام ده. ما بالشعب السوداني قرروا انه يقتلوا ناس هناك. ده ناس حكومه يا قتلوا ناس. انتوا هنا انتوا مواطنين، يعني احنا كحكومه واجب علينا نحميكم. ما بزول بيجيب عوجه كله ما بحكومه بيقتل زول، ما بحكومه بيقتل زول، الحكومه بيعمي ناس. لانه انتوا مواطنين هزل وشغالين عشان تعيشوا، شغالين عشان تعيشوا، وده بلدكم نمرة 2، ده بلدكم الثاني. نحن عندنا تعليمات لكل القوى الامنيه، الاجهزه الامنيه كله في الولايه، انه نحن ما دايرين زول سوداني يتضرر في بلد ده. ما دايرين اي زول سوداني، ما دايرين زول سوداني يتضرر هنا في الولايه ده. لذلك انا اخذت القرار بنفسي عشان نجي نطمن عليكم ونشوفكم انتم بخير ونسلم عليكم. لا انا ما كنت من بين قبل ما نجي، انا قلت لازم امشي عشان اشوف الناس كويسين. لذلك انا جيت، ما في خوف. الحداث اللي حصل ده احداث محدود ومرفوض من حكومه جنوب السودان. هنا ما هنقتل اي زول، ما في زول مواطن عندنا هنا هيتضرر، ما في. ده قرار من رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه وجه كل الولاة وقال لكل الحكام في ولايات انه حامي سودانيين. ما بزول يضرر زول، ما بزول يقتل زول. ده كلام الرئيس. احنا جينا عشان نقول لكم كلام الرئيس وكلامة الحكومة الولاية انه نحن معاكم ونحن هنحميكم. ما بيجيكم اي حوجة، لانه في بلد ده قاعدين تكسبوا فيه ايش؟ الحدث اللي حاصل في الجزيرة ده حدث محزول، ده حدث محزول. عملوا الناس ما عندهم ضمير، عملوا ناس محدودين جدا. هنا